نيو لوك، نفسية جديدة ومستقبل باهر وكله بفضل صلان استيلا بيلا بوشي لوشي. هلا استيلا بيلا اسم كلاب، بس بوشي لوشي كمان كلاب، بس فيني يكون هليك كلاب شارع وهليك كلاب ببيوت. هلا هو كان مسكر، بس كرمال الاقفال بعت لي اشرف القندرجي وعمل لي هالقصه الرائعه المجنونه، وقال لي بكره على اللبس بترخي. جود ايفنينج. اللي بيضحك بدي من بعد 8 شهور من التحقيق وبس بلشنا عن جد نحس لاول مره انه في تحقيق جدي وستة، في وزراء عم بروحوا على التحقيق وفي شغل على الارض. فات ذا ميدل فينجر اللي ما حدا بيعرفه يمين تابع، وطير القاضي صوان وعين واحد بداله. والانكى من هيك انه استغربوا اخوات ال 600 فتاه وسيئه السمعه على اساس جينيفر لوبيز هي اللي حاطه ايدها على القضاء يا اولاد. مش انتو ما قدروا يستوعبوا انه كيف القاضي عم بحقق وبين معه شيء بالتحقيق. صدموا تراما. من ايمتى نحن بنعين قاضي كرمال يحقق ويكشف المجرم؟ اجتمعوا هيك مع بعضهم. من ايمتى نحن بنعين قاضي بيكشف تحقيق وبيلقط المجرم؟ وات ذا فاك؟ نحن بلبنان نحن عادة بنعين القاضي كرمال يجيب العالم يشربوا القهوة ويطلعهم بريئين، وبالاخر صحتها تطلع المجرمة. يا جماعة التحقيقات بلبنان هي بروتوكول، يعني هي منظر اذا فيكم تقولوا، يعني بروسيجر بتمرق فيها وبالاخر نفس النتيجه. صرنا معودين على طول اول يوم من الجريمه الكل بيستنكر والكل بده العداله والكل بيرفع الغطا والكل بيرفع ايده عن القضاء، ونحن ما خصنا، خلي القضاء ياخذ مجراه. بعد جمعه زمان كلهم بصيروا مشيات باصبع، وبس يبلش القضاء يعمل شغله بينصدموا. مش هيك عاملين حسابنا يا ريس؟ نحن قلنا لك العداله تاخذ مجراها، اوكي، بس مجراها يا حبيبي من هان من تحت تمرق مطرح ما نحن بنقول لك. مش هيك على ذوقك تاخذ مجراها انت. بعدين المجرمين بكل العالم بس ينكمشوا لهم اسم ثلاثي عادي مثل البني ادمين، الا بلبنان. الا بلبنان المجرمين عندنا اسمائهم غريبه، مثلا عندنا اكبر مجرم بلبنان اسمه مجهول. هذا واحد ابن بيختال نص البلد وعمل عمليات سرقه ونصب ونهب البلد وفجر العالم وما حدا قادر يكمشه. وعندنا مثلا الاسم الثاني قضاء وقدر، هذا بيجي اختصاصه تفخيخ وتفجير، وكمان سبحان الله على طول الشوط عندنا يعني بموتوا بالصدفه قبل ما التحقيق يوصل لاي شيء. والله يعني انت كمواطن لبناني من يوم ورايح اذا شفت شي جريمه صارت قدامك واستدعوك على التحقيق وانتحر على صحه السلامه. والله احسن ما تموت بالصدفه، يعني كلهم بموتوا بالصدفه يا حرام. اليوم كل الشعب اللبناني شاف وعرف وتاكد انه القاضي صوان جرب يطبق العداله وجرب ياخذ حق الشهداء اللي قتلتوهم، وانتم بكل عن وقحه سحبتوا الملف من ايده. يعني انتم بكل بساطه عم تقولوا لاهالي الشهداء المرفأ اللي قتلوا اهلكم واولادكم ممنوع يتحاسبوا لانه تابعين لنا، معناتها انتم شركاء بالجريمه، وهذا مش شيء جديد ابدا ابدا. وبدكم منهم مثلا لاهالي الشهداء ضلوا ساكتين وضلوا بالبيت، فشرتوا بنص ضبوا عيونكم. هالناس فقدوا اهلهم واولادهم بسبب جشعكم وطمعكم وكلبنتكم ونجاستكم وخنزرتكم، وهالاصحاب حق وانتم مجرمين وما تلمون من يوم رايح. ونتمنى من القاضي بطار اللي معروف بنزاهته انه ياخذ حق الشهداء اللي انظلموا ويطبق القانون مثل ما هو، وكل لبنان بظهرك يا حضره القاضي، بس جيب القاتل. جود ايفنينج.